شايفين الجمال ده كله؟ ده الكريب الفرنسي الحلو. هنعمله النهارده بطريقة سهلة، والعجينة هتبقى معانا طعمها يجنن وفي نفس الوقت طرية جدا. وهنشوف كمان أفكار وطرق مختلفة للتقديم. شكلها جميل قوي، تفتح النفس وكأنكم محترفين. أول حاجة هنحضر المقادير اللي محتاجينها لعجينة الكريب، وهي عبارة عن 550 جرام من اللبن، يعني كوبايتين ونص، واللبن هيكون بدرجة حرارة الغرفة. وهنحتاج كمان 4 بيضات كبار، ونكون برضو مخرجينهم من التلاجة من قبلها. وزنهم بعد ما بنشيل منهم القشرة 240 جرام بالظبط. وهنحتاج كوبايتين من الدقيق ده متعدد الاستخدامات، وزنهم 250 جرام. وهنحتاج كمان ربع كوباية من الزبدة، نكون مسيحينها لكن ما تبقاش سخنة، تبقى يعني درجة حرارة الغرفة برضو، يعني 50 جرام. وربع كوباية من السكر، يعني 50 جرام. ونص معلقة كبيرة من الفانيليا. ناخد بالنا لو هنستخدم فانيليا خام نقلل عن كده شوية عشان ما تمررش مننا. وانا كمان هضيف رشة ملح وانا بخلط المكونات دي مع بعض. هنجيب بقى الخلاط وهنضيف فيه كل المواد السائلة، يعني هنضيف البيض وهنضيف اللبن وهنضيف عليهم الزبدة، وكمان هنضيف السكر. واخر حاجة طبعا هنضيف الفانيليا ورشة من الملح. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية ما تتجانس مع بعض، وكمان السكر يدوب تماما. بعد كده اخر حاجة هنضيف عليها كوبايتين الدقيق. انا هنا مستخدمة الاكواب المعيارية سعة 236 مللي، وطبعا 240 مللي ينفع بقى. واحنا بنخلط الدقيق مع باقي المكونات لازم نتأكد ان مفيش اي دقيق واقف في جوانب الخلاط عشان تبقى المقدار مظبوط. وبعد ما بضربهم كويس برضو بصفي المقدار عشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات. عجينة الكريب الحلو بتبقى سايلة شوية زي ما انتوا شايفين كده، ممكن نشتغل فيها على طول، لكن الافضل ان احنا نسيبها ترتاح من نص ساعة لساعة، فانا هغطيها واسيبها ترتاح شوية. بالنسبة بقى للتسوية، احنا بنشغل البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة، وبنسخن الطاسة شوية بس ما تبقاش سخنة قوي، وبنديها دهنة من الزبدة. وبعد كده بنحط مقدار اللي هو يكون مناسب لحجم الصينية. انا هنا مستخدمة صينية مقاس 24، ومستخدمة معاها كوباية معيارية اللي هي التلت كوباية. التلت كوباية معيارها مناسب جدا لمقاس 24 كده. بحط المقدار وبفرده كويس جدا في الصينية، وبعد كده بسيبها لغاية ما بتستوي ولونها يتحول لون البيج كده، وبلاقيها بدأت تفصل من على الجوانب. اول ما الاقيها خدت اللون اللي انا عايزاه بقلبها على الناحية التانية واسيبها لغاية برضو ما تاخد لون كده، نلاقيها استوت. نروح شايلين على طول، ما نحاولش ان احنا نطول عشان ما تنشفش. وما بين الواحدة والتانية لازم برضو ندهن الصينية مرة تانية، ونسيب كمان الصينية ترتاح كده دقيقة او اتنين عشان ما تبقاش سخنة قوي. لان احنا لو حطينا العجينة وهي سخنة قوي مش هنعرف نفردها في الصينية كلها بالشكل ده. وطبعا مهم جدا الصينية اللي هتستخدموها تكون غير لاصقة، لان الكريب سهل جدا ان هو يلزق لو الصينية بتلزق يعني باي شكل من الاشكال. الكريب المفروض ما بياخدش اي وقت في التسوية، تقريبا ما بيكملش دقيقة في كل ناحية. مهم جدا الكريب بعد ما بنطلعه من الطاسة ان احنا نحطه في طبق او على فوطة، ونغطيه بفوطة تانية عشان يفضل طري. وكل واحدة نخلصها بنحطها على قبلها وبنغطيها برضو. في الاخر بيبقى معانا الكريب طري جدا زي ما انتوا شايفين كده. المقدار ده هيعمل معانا من 15 ل 16 واحدة، عشان احنا مستخدمين صينية مقاس 24. لو استخدمنا صينية مقاس 30 ممكن يعمل معانا من 10 ل 11 واحدة. طبعا انتوا شايفين قد ايه الطراوة بتاعة الكريب، واللون بتاعها جميل جدا، لكن طبعا مش شامين ريحتها جميلة جدا وطعمها يجنن. بالنسبة بقى للتزيين، طبعا معروف احلى حاجة مع الكريب هي الشوكولاتة القابلة للدهن. انا هنا خدت 3 معالق كبار هرميين كده، وضفت عليهم معلقتين من الزيت، وقلبتهم كده وخلطتهم مع بعض عشان اخفف قوام الشوكولاتة كده. بعد كده حطيتها في كيس حلواني عشان يسهل عليا في الاستخدام. وجبت واحدة من الكريب وعملت فيها خطوط صغيرة بالشكل ده، وقلبت او قفلت عليها النص التاني من الكريب. وهاجي في نص برضو الكريباية احط شوية من الشوكولاتة قليلين. وهنا بقى هنحط فاكهة، ممكن نحط موز او نحط فراولة، دول اكتر حاجة بتليق معاه. احنا مش بنكتر قوي كمية الشوكولاتة جوه الكريب عشان هنغرقها من بره. بعد ما رصينا الموز هنقفلها كده زي شكل المثلث بالظبط، ونحطها في الطبق اللي احنا هنقدم فيه. وبعد كده هنعمل بقى خطوط حلوة كده بالشوكولاتة القابلة للدهن. وكمان ممكن نعمل فيه شوكولاتة بيضة قابلة للدهن لو متوفرة عندكم، استخدموها، او شوكولاتة بيضة عادية وسيحوها كده مع معلقة من اللبن واستخدموها كده. انا مستخدمة هنا شوكولاتة بيضة عادية. ممكن نزود في الطبق كده جنبها برضو شوية فاكهة او شوية كريم شانتيه. نيجي لتاني طريقة، هنحط برضو واحدة من الكريب ونحط فيها شوية من الشوكولاتة كده، بس نكترهم بقى شوية المرة دي. وبعد كده بنجيب موزة، يا إما موزة كاملة أو نقطعها كده شرايح رفيعة، وهنقفلها بالشكل ده، يعني هنعملها رول عادي جدا. ونخلي طبعا آخر حتة في الرول من تحت.
ونرصها برضو في الطبق اللي احنا هنقدم فيه. وممكن بدل صوص الشوكولاتة هنستخدم يا إما صوص الكراميل أو مربى الحليب، بيبقى تحفة قوي برضو مع الموز والكريب. وهنلفها برضو رول ونحطها مع التانية اللي عملناها. الطريقة التالتة بقى اللي هي مشهورة كده في مكان معين، وهي الفوتوتشيني كريب. هنجيب الكريباية نقفلها كده كأنها مثلث، وبعد كده نبدأ نقطعها بالشكل ده نفس حجم المكرونة الفوتوتشيني. وطبعا من فوق بنغرقها بقى بالصوصات اللي احنا عايزينها. يعني انا هنا استخدمت كل حاجة، استخدمت الشوكولاتة القابلة للدهن، استخدمت صوص شوكولاتة بيضة، استخدمت كمان صوص الكراميل. وعايزة اقول لكم الميكس بتاع التلاتة كان يجنن. وممكن تحطوا كمان حواليها كده شوية فواكه، فراولة بقى، توت، كل الحاجات دي بتليق معاها جدا. ممكن تحطوا كمان بولة ايس كريم برضو هتبقى لذيذة قوي. ودول بقى اللي كنا عاملينهم على شكل رول وحاطين فيهم الموز من جوه. هنعملهم بقى من فوق كده بشوية كراميل على شوية شوكولاتة، هيبقى لذيذ جدا. ممكن نرش كمان عليهم على الوش كده شوية مكسرات لو موجود عندنا، او سوداني يعني مطحون، هيدي برضو طعم وقرمشة حلوة قوي. ولو هنزين الطبق بشوية كريم شانتيه يفضل نستخدمه بدون سكر عشان يعمل توازن في الطعم. اكتبوا لي بقى في التعليقات انهي طريقة في التقديم عجبتكم اكتر. وبجد لازم تجربوا الطريقة دي لأنها جميلة جدا، العجينة تتاكل حاف من كتر حلاوتها. وطبعا الميكس بتاع الموز مع الشوكولاتة مع الكريب لا يقاوم بجد. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان كومنت حلو زيكم، عشان ده اللي بيدعم الصفحة. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.